السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات مطبخ أم البنات. اليوم إن شاء الله نبارطاجي معكم واحد القرص أو لا كرواسة سائلة اللي كتجي زوينة بزاف وتصدق لكم من أول مرة، خاصة اللي ما كتصدقش ليهم الكرواسة أو لا القرص أو لا القرعشة البلديين. هاد الطريقة هذه غتصدق لكم 100% إن شاء الله، وكيجيو منسمين وكيجيو غزالين للكوتي في العشيه او الفطور او يديهم معاهم الوليدات المدرسه. علاش لا؟ كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. بداو على بركه الله. هنا خديت واحد البول وضعت فيها واحد القبيصه ديال الملحه، انا كعجبوني بزاف منسمين بالسكالفاني. درت هنا 2 خنيشات وغندير هنايا نص كاس ديال السنيده. بالنسبه لي انا كافي نص كاس ديال السنيده، يمكن لكم تزيدوا على نص كاس اللي كيبغي الحلاوه. صافي وغادي ندير هنايا هاد الفرماجه هذه اللي غتعطيه واحد البنه غزاله بزاف، يعني ما بين الملوحه والحلاوه كتجي زوينه. وعندي هنا واحد البيضه، هاد البيضه هذه استعملتها على قبل الاصفر لانني غادي نبغي نزين فيه بالاخر. صافي غادي هذاك الابيض ما غاديش نخليه يضيع، استعملته. وغادي هنايا نخلط مزيان داك الابيض البيض مع سكر السنيده مع الفرماجه. صافي هنا غادي نخلط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا حتى غادي تحل ليا هذيك الفرماجه، وغادي ندمج ليا هادشي كامل. وغنبدا نضيف في العناصر الاخرى اللي عندي. صافي غادي نضيف هنا واحد نص كاس ديال الزيت، هاد القروص هادو كيجيو اقتصاديين وكيجيو غزالين بزاف. دوك كتشوفوا معايا النتيجه في الاخر. صافي هنا ملي ضفت الزيت غادي نخلط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. كيولي الخليط هنايا ثقيل عندي. انا هنا عندي الحليب، استعملت كاس ديال الحليب، يمكن لكم تستعملوا غير الماء وغادي يعطيكم نفس النتيجه. واللي عنده حليب بودره يمكن له يستعمل معلقه ديال الحليب بودره. هنا ضفت واحد المعلقه ما تكونش عامره بزاف ديال خميره الخبز حبيبات. صافي وغادي نخلط مزيان. هنا الحليب يكون شويه دافي، سواء استعملتوا الحليب او الماء يكون واحد شويه دافي لان الجو بدا كيبرد. صافي وهنايا غادي نخلط مزيان كيف ما شفتوا معايا. وغادي نزيد هنا واحد المعلقه ديال النافع. هنا نستمت بالنافع وبالفاني، يمكن لكم تكتفيوا غير بواحد فيهم، يعني يا نافع يا فاني، او لا يمكن لكم ديروا قشور حامضه او لا قشور برتقاله. وهنا غادي نبدا نضيف هنايا الدقيق شويه بشويه. ضفت الكاس الاولاني وضفت هنايا الخماره. صافي وغادي نحرك مزيان وغادي نضيف الكاس الثاني. كيف ما كتشوفوا معايا ما غاديش يحتاج مني شي دلك او لا شي مجهود، والعجينه ما غاديش نلمس بها كاع يدي ما غاديش تقيس العجين. صافي وهنا غادي نخلط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نزيد هنا الكاس الثالث. نتوما ما تزيدوش الكاس كامل، يعني زيدوا غير بشويه حتى تشوفوا يعني القوام اللي غتشوفوا معايا في الاخر. هنايا تقطع ليا التصوير، ولكن غتشوفوا معايا هنايا كيفاش غادي يكون القوام ديالو. ملي كملت الخلط ديالو حطيته على جنب وغطيته بما دهنت هاد الليمون بالزبده ورشيتهم بشويه ديال الدقيق. درتهم انا في ليمون فرديين. هذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي شويه مرخوبه بحال العجينه ديال السفنج. صافي وغادي نبدا ناخذ بالمعلقه ونحط في ليمون. انا درت هنايا المول الفرديين، يمكن لكم ديروا مول كبير او لا غير مقله ديال المسمن، ديك المقله الثقيله. صافي هنايا غادي نبدا نحط العجين في ليمول كيف ما كتشوفوا معايا، تقريبا واحد المعلقه اللي تكون عامره مزيان. وغادي نستعن هنا بمعلقه صغيره باش تسهل عليا انني نحط العجين بسهوله. صافي انا غادي نكمل على هذا الشكل حتى نكمل كلشي. هنايا ناخذ واحد الزليفه فيها واحد شويه ديال الماء وغادي نبدا نحط فيها المعلقه يعني غير من الظهر ديالها. صافي وغادي نبدا نقاد في العجين، نسوي فيه باش يجيني مقاد.
صافي غادي نكمل انا على هذا الشكل هذا حتى غادي نكمل جميع الوحدات اللي عندي. صافي كنبدا نحط المعلقه وسط الماء ونبدا نقاد في الوجه. واخا ما يجيش مقاد يعني مزيان، راه ملي ندخلوه الفران غادي تقاد لينا العجين. صدقوني هاد القرص هادو كيجيو فشفشين وكيجيو زوينين بزاف. هذيك اصفر البيضه اللي احتفظت بها درت فيها واحد شويه ديال قهوه سريعه الذوبان اللي دوبتها في الماء صافي وخلطتها مع اصفر البيض، وغادي نبدا ندهن الوجه على هذا الشكل هذا. غادي ندهن جميع الوحدات اللي عندي وغادي نبدا نزين انايا بالزنجلان. يمكن لكم تزينوا بالكاوكاو كونكاسي اولا باش ما بغيتو، اولا طيبوا ما هكذاك حتى يطيبوا ودهنوهم بواحد شويه ديال العسل اولا ناباج اولا كوفيتير وديروا فيهم الكاوكاو كونكاسي اولا اللوز كونكاسي. صافي دابا انا نخليهم حتى غادي يخمروا، غندخلهم في الفران اللي يكون سخون مزيان على النار اللي تكون مهيله بزاف الفوق حتى يحمروا ليا كيف ما كتشوفوا فيهم. صافي هنا راه كيديمولاو عادي بسرعه. هنا راه باقيين سخان كيف ما خرجتهم من الفران بديت كنديمولي فيهم. ولا ما بغاوش يديمولاو ليكم يعني توركوا عليهم بحال هذا الشكل هكا في جناب صافي ويتحيدوا لكم بكل سهوله كيف ما كتشوفوا معايا. هنا باقيين سخان كما قلت لكم. كنتمنى ان الفيديو نال اعجابكم وانكم ما تنسونيش من لي لايك ومن التعاليق الزوينه. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في المواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده. هنا غادي نحل واحد الوحده نقطعها باش تشوفوها معايا من الداخل. شوفوا كيفاش كيجي فشفش وكيجي رطب بزاف وكيجي يعني تحميره زوينه. شوفوا معايا كيفاش كيكون من الداخل، كيكون مقطن كيجي غزال بزاف. كنتمنى انكم تجربوا انكم تردوا عليا في التعاليق. الى فيديو قادم ان شاء الله.